صباح الخير مشاهدي قناة ريز، أهلا وسهلا في هذا البث المباشر هنا من مدينة مراكش، سوق الواحة الزيتون. كما كتعرفوا بأن هذا السوق راه وقيل من 2006 لازالت التجار يعانون يعني واحد المعاناة كبيرة من أجل يعني هاد الناس مبيعة مشاريع، خصوصا أنه كنعرفوا هذا السوق راه نموذجي، يعني حتى نقولوا سوق نموذجي ربما راه أكبر الأسواق بمدينة مراكش. للأسف اليوم كنتسائلوا اشنو هو السبب اللي خلى أن هاد الناس بقاو بوحدهم في هذا السوق هذا. يعني راس المال ديالهم الاول مشى، الثاني مشى، الثالث مشى، ربما راه كيموتوا بعرق يعني رغم انه داكشي باقي مشبتين في الامال انه خصوصا انه بعد حضور الوالي الجهه وكذلك بعض المسؤولين انه هذا السوق راه ان شاء الله غادي يتم الانفتاح ديالو بصفه نهائيه، وغادي يحاولوا. دابا الغريب في الامر هو انه بعض الناس اللي معهم في هذا السوق غادي تلاحظوا معايا واحد الملاحظه اللي غريبه جدا، انه بعض البرارك كما كتشاهدوا يعني ها هما كاينين ولكن ماليهم ما كاينينش. يعني الله اعلم اشنو هما الاسباب اللي خلى هذا السوق هذا يبقى بهذا يعني بهذا الكارثه هذه كارثه. يعني كنتمنى من الناس المسؤوله انهم يحاولوا يدخلوا في هذا الشيء، لانه هاد الناس راه داع عليهم راس المال الاول، داع عليهم راس المال الثاني. يعني الصراحه هاد الناس راه يعني راه صابرين لدرجه انه راه الله يكون في العوان، راه يعني ما كيطالبوش شي حاجه اللي مستحيله، كيطالبوا بانهم يحاولوا يدخلوا الناس الاخرين معاهم لهذا السوق هذا، لانه من العيب والعار انه الناس قاعده هنايا. يعني راه الناس راهي مجمعين، راه ما بايعين مشارين. يعني ربما رغم انه كيكافحوا ربما تكون شي مبادره من الناس المسؤوله انه يجيبوا دوك الناس البائعين المتجولين، هما راه مستعدين يستقبلوهم. كما جاء على لسان احد السيد اللي قابل هنايا تيقول بانه هما مستعدين. يعني راه السوق راه فيه 3000 بركه. للاسف كنشوفوا هاد الناس خلاو حواتهم وخرجوا كيبيعوا في السوق العشوائيه، يعني حتى نقولوا العشوائي، يعني سوق الخميس ما جاورهما بعض الاحياء هنا في هذه الاحياء. يعني هادشي راه كيشكل خطوره على هاد الناس هادو، الله يحضر السلامه انه توقع شي حاجه. ربما الناس راه حاطه الشراوط، يعني ما عنده هو ما يربح، يعني خاسر هذا الشيء، تحرق لا شغلو هذاك. يعني اللي في المشكله هما هاد الناس اللي كيبيعوا يشريو هنا، اللي باقي مشبتين بالامال. يعني حتى نقولوا الامال راه مشبتين بالامال انه غيجي واحد اليوم اللي هذا السوق غادي ربما غيكون سوق يعني سوق نموذجي. يعني صراحه اليوم جيت فجأة انه لقيت احد الشباب اللي غاير على منطقة سيدي سبيعلي الشي رشيد، لانه كيحافظ على هاد كي تنقولوا السوق بسنيه وبرجليه، لانه تيعرف بانه تعرض لشحال الحوايج، تعرض للظلم، تعرض للضرب، تعرض للجرح من اجل هاد الناس هادو، باش يحاول انه يشد السوق. ربما تكون شي نتيجه فعاله باش يجيو هذوك الناس اللي كيبيعوا على برا، البائعين المتجولين. وعلى الاقل هذا الشيء اللي حاطين هنا راه كيهدد سلامه هاد الناس اللي تيبيعوا ويشريو. راه كاين اللي عنده راس مال واحد، ربما الله يحفظ له وقعت شي حاجه راه غادي يشد فيه العافيه اسرع وقت، لانه يشراوط. يعني راه ما كاينش شي حاجه اللي مهمه. مرحبا بك معنا السي رشيد. حنا جينا اليوم تفاجئنا بنا نلقي لكم بوحدكم، البائع الشين هما اللي كاينين. يعني ما كاين لا حتى شي حد اللي يجي يشري عندكم للاسف. كنعرفوا بانه الظروف ما كتسمحش، لانه كيمشيو للشارع العام، كيشريو من سوق الشارع العام او من الخميس او من سوق بول الرباح. يعني انتم هما الضحيه في هذا السوق هذا. سير شي تقول لنا في هذه النقطه السي رشيد؟ مرحبا بك معنا السي رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي بنقول لك هما هاد الناس هادو بغينا يجيبوا هذوك الناس اللي كيبيعوا ويشريو حتى هما في الشارع، وبغيناهم يدخلوا مع هاد الناس باش يكون السوق نموذجي، يكون السوق خدام. دابا هاد الناس هادو كاين اللي كان راس المال الاول، كاين اللي كان راس المال الثاني، كاين اللي كذا، وباقي مقتنعين بانه عندهم واحد الامل، عندهم واحد الرغبه باش انه يخدم هذا السوق. بغيناهم يجيبوا لنا هذوك الناس ديال الخميس، بغيناهم يجيبوا اي واحد كيفرش في الشارع. يعني نتوما مستعدين اي واحد يجيبوه لهذا السوق ويتفجوا مع هاد الناس هادو ويخدموا مجموعين. السوق تبارك الله راه كبير. دابا تدخل الناس، تدخل كاع الناس مع دابا ملي حاطين الناس في الشارع، تدخل كاع هذا السوق، تدخل الشارع اقرب، تمشي الجمعه تلقاو الجبريان، تلقاو هاد الناس بوحدهم. يكون كان السوق مجموع كله، هو كانوا معاه الناس ديال الخميس والناس ديال راس البلان والناس ديال كذا، كاع اللي تيخرج يدخل لهنا السوق بيكون مزيان. وهذا السوق هذا راه ماشي فيه ما يتاه.
راه الناس اللي بتبيع فيه وبتشري اللي ما قدراش انها تعواد في هذا الشارع العام، ما يقدرش تواكب هذا الجو ما هذا. قدراش. دابا تقريبا 3 سنوات بعدا تقريبا متابعه دابا لهاد الناس هادو. والله الا كان اللي كان راس مال، والله الا يوميا كاين اللي كان راس مال الاول وراس مال الثاني وراس مال الثالث وراس مال الرابع، ورغم ان داك الشيء صابر، وكاين اللي تيصور شويه تيمشي باش ما عطى الله. المهم بعدا الانسان متوكل على الله تعالى، بغى السوق يخدموا بغى كذا، وبينا حنا هذوك الناس يجيو، بينا هذوك الناس كلهم يتجمعوا هنا. والحمد لله دابا راه على ما تنشوفوا حنا مقبلين على كاس العالم، يعني تظاهرات افريقيه، على تظاهرات رياضيه مزيانه سبحان الله العظيم ومزيانه. بين هذوك الناس كلهم يتجمعوا ويكون سوق نموذجي. وتبارك الله راه السوق كبير، وكاينه مساحه ثانيه من وراء السوق من لهيه، راه كاينه مساحه ثانيه من وراء السوق من لهيه كبيره. يعني كاع داكشي بيولي سوق واحد، كله هو بيولي سوق واحد. مرجع الناس الاجنبيه السلاحه تزيو واخا غنعطيك الكلمه، ذاك النهار جا السيد الوالي برجليه وعين لهم، والله الا جا برجليه وعين لهم الاماكن ها هما من وراء السوق، عين لهم واحد المساحه ارضيه تبارك الله. عرفتي قداش؟ راه تقريبا فيها شي 2 كيلومتر. ودابا الانسان من كيعطيوه تيقولوا ليه هاك الخيبه فينا حنا، هو يكون ما عطاوكش البديل. ملي كيهزوك وتيقولوا كاجي هاك ها البديل، اما بقى ما يتقال. راه منين تكون انت ونكون انا ونكون الاخر، راه السوق شحال من سوق حنا عرفناه في التاريخ ديالنا من نهار بعد انا من نهار تزدت. اي سوق تتكون هي جوقه تتولي سوق، حيت الا جاو هذوك الناس وجاو دوك الناس بتولي السكينه. يعني انت لما كتحمل المسؤوليه السي رشيد، مسؤوليه صراحه الله المسؤوليه تنحملها على هاد الناس اللي عطاهم. راه السلطه والمجلس كما كنقول لك هي اوريك فين تكون، يعني وفروا لك الارضيه، وفروا لك الارضيه الله يستر عليك، وفروا لك واحد البلايص فين تكون وفين تخدم، وزعما دمجوك. يعني راه ملي تيعطوك في اطار المبادره الملكيه ديال سيدنا نصر الله، تيعطوك واحد البلاصه فين تبيعوا، تيعطوك ما خلاو ما داروا معك هاد الناس. راه يكون العبور على هما يكون تيجيو تينوضوك مثلا من الشارع وتيقولوا لك سير في حالك، تقدر تقول اودي راه تعداو عليا ولا ظلموني ولا كذا وفي البيت نمشي انا. من تيعاودوا يعطيوك مرافق اخرى فين تقعد وكذا، راه تيتلازم لنا واحد شويه ديال الصبر. غادي نجيو واحد 50 الا جمعوا هاد الناس، تكون على يقين من النهار الاول خدام السوق. حيت ملي يجيو هادوك الناس راه اللي سمع السوق كاين هنا غادي يجي لهنا. يعني السي رشيد انت مع الفكره ديال انه داك السوق الخميس اللي هو غير عشوائي جا في شارع عام، جا في واحد يعني في واحد المنظر اللي كيشوه الشارع العام ديال سيدي يوسف علي، واش انت مع المنظومه انهم هذوك يحاولوا يجيبوهم لهنا؟ يعني انتم تقدروا تستقبلوهم بارتحاب؟ يعني من طبيعه الحال يجيو يجيو مرحبا بهم راه نستقبلهم عطا الله اتساع. ما كاينش يعني كاع الا جاو ما غاديش يجيو ويحيدونا انا واللي يجريو على واحد اخر. عطا الله اتساع. راه السيد الوالي قلت لك انا عطاهم مسافه ارضيه. ها هي راه الى دخلتي ودرتي المعاينه ديالك، راه ارضيه تبارك الله راه فيها 2 ديال القطار، وراه ارضيه كبيره تبارك الله. راه يقعد فيها الخميس، ويقعد فيها قلت لك سيدي يوسف بالكامل اسبوع كله بالاسبوع كله. والله اللي بيبيعوا بيشروا بيتوكل على الله يجي الانسان لهنايا ويجيو يتوكل على الله. والناس ملي كتسمع السوق كاين هنا كيجيو. انا نقول لك واحد القضيه، واحد الخطره كنت في الصويره، انا نعاود لك، انا واحد واخا كنت في الصويره وما خدام مرتم، وهزيت انا كوريا، هزيت سلعه ومشيت لواحد الحي شعبي وحطيت فيه تقريبا ما كايناش 3 ايام حتى ولا فيه السوق. يعني هذه كتحمل المسؤوليه انت السلطه هي اللي يعني ربما السلطه ما كتقومش بالدور ديالها. يعني حتى نقولوا بائع متجول الا راه كيكون شكل خطوره على الناس ديال السوق. مثلا انا كنخرج كنبيع في السوق، انا ما غاديش ندخل عندك انت من طبيعه الحال يعني هذا هو مربط الشارع. راه هما اللي ما خلاوش الناس يدخلوا حتى لهنايا، دوك الناس اللي في الشارع حتى هما ما خلاوش الناس. يعني تحيه للسلطه اللي خصها تقوم بهذا الشيء اللي عطاه الله. السوق تبارك الله راه خاوي وراه كبير تبارك الله، اللهم بارك. يعني اللهم الناس اللي انا اللي بقى فيا سي رشيد انا اللي بقى فيا هو انه كنشوفوا بعض النساء، يعني النساء راه اكثر من الرجال، يعني لا حول ولا قوه ولا قوه الا بالله. يعني المراه مسكينه طامعه انه تاكل القوت اليومي، للاسف اليوم كتشوف راسها يعني اعتقال غير مباشر. يعني صراحه غنشوفوا معنا احد بائعين. مرحبا بك معنا على البث المباشر. يعني مرحبا بكم بجوج. يعني قول السيد اش بتقول، اشنا الاضافه اللي بغيتي في السيره؟ هذه وحنا قاعدين في هذا السوق يعني 3 سنين وكنبيعوا البركه. اييه وقنعاني. ايه وبنا السوق يتكون.
وكنطلبوا من هذوك الناس حتى هما يجيو يتضموا معنا في السوق. يعني هذا هي التضامن، يعني انتم بغيتوا غير يجيو يجمع كل شيء. التضامن يتضموا معنا في السوق. اللي عشرة يجيو يعمروا السوق. لأن هو بيع وشراء، الشاري كيدخل السوق ما كيلقى سلعة، ما كيلقى بيع وشراء كيخرج. يعني ماشي ما كيلقاش العاد وحنا راه قنعانين باللي شاف الله يا قليل يا كثير، دير السبب والتوكل على الله. لا اله الا الله. وبالنسبه لهاد الملتشيات اللي حاطين لكم هنا ما كيشكلش الخطوره عليكم؟ يعني هاد البرارك هادو اللي فيهم الشراب، هذوك الناس نعم سيدي كنطلبوهم يجيو اللي شاد شي بلاصه يجي يقعد فيها. يقعد فيها او لا يتجرد منها، ولا يحيد منه، او اللي يدير واحد الالتزام يخرج على برا. واخا نشوفوا يدخل السوق المالي. واخا سي رشيد. المتطلبات اللي من هذوك الناس اللي ما بغاش ديك البلاصه يهز. يعني كاين اللي ما محتاجش لها انت سي الله يعاونك، ما غاديش تخلي لنا على قبلك، انت غادي تخلي لنا السوق هكا غادي يعني تخلي كاين لنا الضرر. شويه هاد العشوائيه هكا. حنا مع الناس، انا اللي تنقول لك اللي مكلف بهاد الناس اللي دايرين ليا واحد الوثيقه بان نكذبت عليهم ونهضرت كلمه الحق، والا ما كانش هادشي اللي تنقول قدامهم راه هو هذا، يعني تبارك نقول الله ماشي هو هذاك. هاد الناس ما خدامينش، من اللي ما خدامينش اي واحد حط شي صندوق ولا حط شي حاجه وما تيجيش وما معمرش بلاصتو وما باش يجي ليها وبيمشي للشارع يبيع يشري، يمشي يا خويا للشارع ويهز هذاك الشيء يحيدو من تماك باش السلطه جاب الناس اللي بتخدم وجاب الناس كذا، ماشي كتجي كتحط الصندوق وتقول صافي راه عندي بلاصتي. يعني السي رشيد هذا راه الدور ديالك انت، لانه خصك انت تواصل مع السلطات تقول لهم بان هاد الناس راه ما حاطين لي هذا الشيء هنا، يعني راه ربما يوقع شي حريق شي حاجه راه هما السبب، يعني باش نكونوا موضوعيين، لانه راه راس المال الاول والثاني والثالث راه مشى لهاد الناس، راه عندهم امل واحد هو هذا راس المال اللي بقى. بطبيعه الحال يعني هذا بطبيعه الحال. انا غادي نقول لك واحد القضيه ثانيه. انا ذاك النهارات هذاك السيد اللي داير هذاك الشيء عشوائي راه هو الهاه ديال هذاك الشيء عشوائي، مشيت تكلمت معاه، انا وصلت مع السيد الوكيل المالي، مشى دعاني انا قدام هاد الناس ها هما وكاينين الناس، مشى دعاني قال لك علاش تقول لي دير هذا الشيء عشوائي، علاش كذا وعلاش كذا وعلاش كذا، تا ولاو الناس كتهضر لها هذا السيد راه ما ليه علاش هضر معاه وعلاش هضر معاه وعلاش هضر معاه. يعني مصلحه دابا العامه بحال هذاك الانسان كبير اش بين ندير ليه؟ فهمتي هذاك الشيء شغل السلطه، من تدخل السلطه هي اللي بتحيد له وهي اللي بتدير له، ومن حقها تحيد له، وحنا مضامنين كناس. واش مضامنين مع اي انسان ما تيحطش يمشي بحالو؟ واش بغيتوا نتوما هاد العشوائيه تكون هكا؟ واش بغيتوا تبيعوا وتشريو ولا بغيتوا اللي جا حط شي صندوق يقول ودي راه بلاصتي؟ وانتوما كرجال واش هادشي اللي تنقول واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك؟ واش نتوما ضد هاد الفكره ديالو يجيبوا هذوك الناس من الشارع ويدخلوهم معاكم؟ واش بغيتوا السوق يخدم ولا ما بغيتوش السوق يخدم؟ حنا سي رشيد خلال رشيد شي خلال هضرتك انه المصلحه العامه هي كل شيء، الله يرحم والدينا، الله يرحم. يعني باش نكونوا موضوعيين. يعني السي رشيد غادي نحاول نخلي بال معاه، كاينه واحد الزميله اخرى معنا اللي غتعاود دير معكم واحد البث المباشر في القناه ديالها، غنعطي الكلمه لذاك السيد لانه بالي عنده الحرقه بغى يهضر. مرحبا بك معنا شريف، مرحبا بك معايا انت على المباشر. يعني شتك قبيله متحمس انه بغيت تهضر، اشنو هو المشكل؟ اشنو المشكل اللي عندكم وفين كاين الخلل؟ عطيني فين كاين الخلل. دابا انا من دوك الناس الاولين اللي ضاع راس المال الاول والثاني اللي سميتو من 2014 عطاونا التقرير وداك الشيء، عطينا ما سميتو واحد التنازل باش ما باقيش نتفرجوا في الشارع وبقينا تابعين هذا السوق. المهم دابا راه واحد 3 سنين هادي وحنا قاعدين، يعني من 4 سنين، يعني ربما من 2006 الناس راه كاينه من 2006 غادي على 4 سنين على الوثيقه اللي عندكم 2014، يعني عندكم الالتزام التزام انه ما تخرجوش للشارع. دارت البلديه السلطه الحقيقيه التزام التزام. ولكن هاد الناس اشنو هاد الناس اللي حاطين سلعتهم وخارجين؟ دابا حنا هادو كنطلبوا من السي رشيد واخا السي رشيد انه كاين واحد التناقض دابا اللي بغيت نسولك واحد السؤال، بغيت نسولك انه خص يجبد هذه المساله، هذه الوثيقه اللي عندكم واش ما كتدلش حتى على هذوك الناس ولا عليكم انتم؟ لا كاينين الناس دابا باش لا نعطيك. هي جاوبني على السؤال ديالي، واش هذه الوثيقه اللي عند هاد الناس ما عند هذوك الناس اللي حاطين البراكو ما كاينينش؟ لا كاين اللي ما عنده كاين اللي عنده. لا اللي ما عندوش اللي ما محسوبش السوق. دابا دوك الناس اللي ما عندهمش دابا هي باش نعطيك انا باش نوصل لك وصل من الراي العام. انا دابا لقيت فاش انه عطاو لدوك الناس ديك الوثيقه في 2014
باش عطاوهم ديك الوثيقه هذوك الناس ما عمروش. وكاينين الناس اللي عطاوهم ديك الوثيقه وجابتهم السلطه وبقاو مستمرين معنا، يعني منهم هذا السيد. بلاتي اسمعي واخا الوالده، يعني انتم ملتزمين داكشي قالت لكم السلطه. ملتزمين، ولكن ضايعين 3 سنين. انت هاد الناس 6 سنين ضايعين، هاد الناس هادو لامينا خليهم يهضروا لانه الحر خلت يهضروا. هاد الناس هذوك الناس اللي معاهم الوثيقه هما الشريفه هما كيهضروا على الوثيقه اللي عطاوهم القائد. حنا اللي جبنا الغطاء، حنا اللي جبنا من عند سيدي وانا الغطاء، حنا اللي غطينا. انت اسمعي واخا اجل لا انت لامينا اجل لا خصني مينا توصلوا الفكره كي دايره الله يسر. يعني الوثيقه اللي داروا معاهم ها انتوما يسمعوا، اسمعي اسمعي شوفي اش بغيت نوصل، اش بغيت نقول عن بعد. الله يسرك يعني مرحبا سي رشيد. يعني انت دابا 2007 تبنى هذا السوق، كانت فيه واحد الفئه مهمشه هي اللي جرات على السوق، تبناتو مع السيد الوالي ميديا ووفر لهم الطلب. كم بلاتي وفر لهم الطلب ديالهم وجات تبنى السوق. لقيت فاش جات ديك الوثيقه جمعوا دوك الناس اللي في الشارع، عطاوهم ديك الوثيقه اللي هي شهاده اداريه. فهمتي؟ منين دخلوا هذوك الناس لهذا الجهه خلاو لهاد الناس واحد المسافه اخرى، خلاو لهاد الناس دوك اللي ضاعوا واخدين بعين الاعتبار انا يجوا باش انهم يجيو يحطوا، ما عطاونا وثيقه وخلاو لهم البلايص. هما علاش بقاو هذوك البلايص تم؟ كاين فيهم اللي مات، كاين فيهم اللي كذا. هذيك كانت تكون واحد 300 البشر ل 400 البشر، دابا بقات في هذيك 300 البشر واحد 150 ديال البشر. هذيك علاش نتكلموا دابا. هذيك الوثيقه من عطاوها لهاد الناس في 2014 جاو دخلوا للسوق، دخلوا معاهم هاد الناس. هذوك الوقيته خواو هذوك مالين الوثيقه وبقاو هذوك الناس، وبقاو معنا ناس عندهم وثائق حتى هما عندهم كذا ملتزمين مع السلطه، بقاو معنا من هنا. منهم هذا السيد، منهم هذا السيده، منهم هادو التزموا معنا وبقاو معمرين معنا السوق. يعني كتنقولوا ولد الدار، يعني هما بغاو هاد الاخرين مسطره قانونيه. الاخرين خرجوا مشاو للشارع، ما بغاوش هذا السوق. شكون اللي بقى مستمر فيه هاد الناس اللي من 2007 وشي بعد الناس من دوك اصحاب القرارات. هنا فين تنقولوا كاينه واحد 150 اضافه على هذوك الناس ديال القرارات اللي هي خارجه 500 قرار، كتضاف على هذوك الناس باش ما يكون عندنا حتى شي مشكل. يدخلوا دوك الناس ويدخلوا دوك الناس الاخرين ويدخلوا هاد الناس معاهم، حيت السوق كبير. السوق المسافه الارضيه تاعته تتهز 822 بلاصه، يعني خارجه 500 قرار. يعني واحد 150 ديال هاد الناس اللي ما عندهمش هاد الوثائق يدخلوهم مع دوك الناس اللي عندهم الوثائق، تتولي 650، تتولي شريطه 172 بلاصه يعاود يديروا فيها. هادشي تنقول لك على داخل السوق، يعني هذا المحيط هذا السيد يوسف بن علي. اما في الخميس السيد الوالي الله يجازيه بخير عطاهم واحد المسافه ثاني كبيره ارضيه، جوج الكتار ولا 3 ديال الكتار، اللي فهمت، 2 الكتار او 3 ديال الكتار عطاهم باش يجيو ويحطوا فيها حتى هما، باش تقاد لهم ويحطوا فيها. هذا سي رشيد باش نخلي الزميله ديالي تاخذ معكم بعض يعني السؤال المطروح للمشاهدين الكرام، اشنو هو المصير ديال هاد الناس هادو؟ يعني لاحظوا معايا ربما راه اغلبيتهم راه سنا، يعني راه اش بقى لهم كاع في عمرهم اللي يعني راه هو تيزع عليهم عمرهم هنا، يعني ما مستافدين ما والو. يعني مشاهدين الكرام دائما حنا على البث المباشر من مدينه مراكش. يعني السؤال المطروح اشنو هو المصير ديال هذه الفئه هذه، لانه هما ملتزمين بالقرار ولكن للاسف بعض الناس ما ملتزماش بالقرار. يعني هذا يعني واحد المقوله كتقول المثل اما ندخلوا كنا او لا نخرجوا كنا، هذا هو مربط الفرس، اما ندخلوا كل شيء واخا لا. انتم كتشوفوا معايا انه البطاقه 2007 يعني واخا لا. دابا نعاود نرجع معكم، كاينه واحد 1000 ديال الناس عندهم هادو واخا لا واخا. يعني حنا البطائق ما عندناش المشكل، حنا كنهضروا بصفه عامه. المشاهدين الكرام يعني ما بقى لي الا نودعكم والى اللقاء في بث اخر مباشر هنا من مدينه من قلب سيدي يوسف بن علي من مدينه مراكش. يعني